يا صباح الفل والورد والياسمين. صباح جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم يا رب مليان بالسعادة والحب والتفاؤل. ربنا يجعله يوم مليان بالنشاط والقوة وكل حاجة حلوة ان شاء الله. النهاردة معانا روتين جامد، تابعيني لاخر الفيديو وان شاء الله يا رب تستفيدي منه. النهاردة انا هعمل العيش الشامي، حبة كده صغيرين على قدنا. بدأت أول حاجة طبعا عملت العجينة، حطيت 3 كوبايات من الدقيق وحطيت عليهم معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة الفورية أو ما يعادل باكو من الخميرة يعني كيس، وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت عليهم معلقة من الحليب البودر. لو انت ما عندكيش مش مشكلة، بس عشان ايه يخلي العيش طري وحلو. وجبت كوباية من المية السخنة، مش السخنة الدافية، يعني تكون دافية كده عشان الخميرة. وهبدأ ان انا اعجن. لو انتي حابة تعجني بلبن حليب عادي جدا براحتك. اهم حاجة ان احنا نعجن كويس، واهم حاجة ان يكون دافي علشان الخميرة، وعلشان احنا دلوقتي في الشتاء، فيعني عاوزين اي حاجة تساعد على ان الخميرة تختمر. هنعجن كويس جدا. وطبعا الكوباية مش معيار او مش مقياس، لان على حسب الدقيق بتاعنا، في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق ما بياخدش. فانتي هتشوفي العجينة عاملة ازاي في ايدك. احنا عاوزينها ملزقة كده وفي نفس الوقت ما تكونش طرية قوي، هتشوفوها دلوقتي معايا. هنبدأ نعجن كويس جدا. اهم حاجة في المرحلة دي العجن، او اهم حاجة في العيش ده العجن، لان كل ما انتي ما تعجني العجينة كويس وتختميها كويس، كل ما يطلع العيش معاكي ناجح وجميل، عشان يقب كله معانا ويطلع زي الفل. ما شاء الله عليه، احلى من بتاع بره بكتير، وانضف واحسن، وكفايه ان هو معمول على ايدك. هنحط بقى معلقه من الزيت في اخر العجن كده، وهنبدا نعجن كويس جدا جدا لحد ما العجينه توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، ناعمه وملزقه بس مش طريه قوي. هنحطها وهنغطيها بكيس من البلاستيك وهنسيبها علشان تخمر براحتها. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، فهتاخد وقت طبعا، ممكن تقعد ساعة، ممكن تقعد اكتر. فانا ركنتها على جنب، وعلى بال بقى ما تخمر رحت بقى على البوتاجاز بتاعي. كان بقالي فترة بقى ايه مهملة فيه وسايباه، انتوا عارفين ان انا تعبانة، وقلت ايه حاله كده لا يسر عدو ولا حبيب، ما ينفعش كده. قمت ايه متشددة عليه، ورحت ايه مطلعة العيون بتاعته، وشلت كل حاجة، وجبت بقى باور او منظف اي حاجة للدهون علشان تساعدني ان انا انضف الحاجة بسرعة. فرشيت عليه كده وركنتهم بقى على جنب لحد ما اشوف حال البوتاجاز ده. رشيت عليه بقى من المنظف بتاع الدهون، واستنيت 5 دقايق، وجبت سلكة وجبت شوية من البريل، وهاتك يدعك. خدته بقى دعك وتنظيف فوق وتحت ويمين وشمال، ونضفته كله حتة حتة، وغسلت الفرن بتاعته من جوه. المهم ايه خليته زي الفل. طبعا البوتاجاز ده من اكتر الحاجات اللي انت لو اهملتي فيها هتتبهدل منك، وهيلزق فيها الدهون والحاجات السوداء، مش هتعرفي تنضفيه، وحتى لو نضفتيه بعد كده بالمنظفات والحاجات دي هيبقى متجرح ومش هيبقى شكله لطيف خالص. طبعا البوتاجاز معرض للدهون، وانت بتطبخي عليه وبتعملي عليه زيوت وكل حاجة عليه، فهتلاقيه طبعا ايه بقى حاجة كده لا تطاق لو انت اهملتي فيه. فيعني احنا بنحاول ان البوتاجاز تبقى ايدينا فيه. ده شمع ولادي مسيحينه على البوتاجاز، الله يبارك لهم بقى. هنعمل ايه؟ فعشان كده بقولك، لما انا كنت تعبانه واهملت فيه ومش قادره اغسله كل يوم باستمرار، او بعد كل طبيخ او بعد كل اكله، وصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، وكنت متضايقه منه جدا جدا ومستحملاه بالعافيه، وما صدقت ان انا لقيت نفسي كويسه واقفه في المطبخ. قلت ما بدهاش بقى انا ايه حيلي كله على البوتاجاز، مش هرتاح بقى غير لما انضفه. حتى في العين دي من جوه جبت بقى رشيت فيها من المنظف، وجبت سلكة خشنة ودعكت، يعني حاولت انضفها على قد ما اقدر، قلت ايه واحدة واحدة ان شاء الله هتنضف. بعد كده طبعا جبت فوطة مبلولة مية ونضيفة، وبدأت ان انا امسح ولمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وبعد كده نزلت بقى على الفرن بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين كده متبهدله ومليانه دهون. طلعت السجان بتاعتها من جوه علشان ايه انضفها واغسلها. ومسكت الباور بتاعي. طبعا الازاز ده حاولت ان انا انضفه من بره على قد ما اقدر. الحاجات اللي انتم شايفينها دي، الخطوط دي من جوه للاسف داخله جوه الازاز نفسه. وحاولت برضو ان انا افك الازاز واغسله وارجعه مكانه، بس بصراحه ما عرفتش، صعب جدا. وخفت لحسن الازاز يتكسر مني. يعني انا بشوف ناس بتفكه بيبقى سهل، انما بتاعي انا ما اعرفش ليه طريقته صعبه يعني. فقلت خليها كده في مرة يكون جوزي موجود ان شاء الله بالسلامة، ويبقى يساعدني فيه ونفكه سوا ونغسله، مع ان انا متضايقة من شكله. مهما انضف فيه من بره بيبان ان هو مش نظيف، بس قلت هعمل ايه طيب. المهم غسلت الفرن ولمعتها ونضفتها، ورحت بقى على العيون بتاعة البوتاجاز. مسكتها غسيل وتنظيف ورش وكل حاجة. طبعا الشمس هنا كانت جاية من الشباك، وكانت يعني مغطية على الصورة، مش مخليها واضحة قوي زي ما انتم شايفين. بس ايه، المهم مسكت العيون كلها غسلتها كويس جدا ونضفتها ولمعتها وشطفتها من الباور اللي فيها. وبعد كده رجعتها تاني ورشيت عليها بريل، ورشيت عليها صابون اريال، علشان الاريال بيلمع معايا الالومنيوم او الستانلس. وبرضو دعكتها على قد ما قدرت وشطفتهم كويس وسبتهم يتصفوا. وهنا بقى جيت مرحلة التركيب. هرجع كل حاجة مكانها. جبت العيون ونشفتها ورجعتها مكانها زي ما كانت، عشان بقى نفسيتي ترتاح وفوق كده. متضايقة منه بصراحة جدا. يعني تقريبا ما وصلتش للدرجة اللي انا كنت عايزاها او اللي انا حباها او المرضية قوي، بس نوعا ما يعتبر نظفته كويس على قد ما قدرت، لاني حاولت اني موقفش كتير او ما اشتغلش كتير علشان كنت تعبانة. وفي اليوم ده وقفت كتير وعملت طبعا العيش وعملت اكل للولاد، وجنبي طبعا غسيل مواعين وسويت المطبخ ورتبت الدنيا كلها حواليا. طبعا تعبت جدا في اليوم ده، بس الحمد لله ربنا قواني وقدرني وخلصت اللي ورايا الحمد لله. ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. خلصت البوتاجاز ونضفته كله، وبعد كده كان العيش بتاعي خمر. جبت بقى صينية ورشيت عليها رشة من الدقيق علشان هبدأ اقرص العيش او اقطعه دوائر صغيرة. ادي العيش بتاعي اهو خمر ما شاء الله عليه. هبدأ ان انا انزل الخمر بتاعه، وبعد كده هبدأ اقطعه دوائر صغيرة. طبعا الدواير دي على حسب ما انتي عاوزاه. لو عايزة العيش كبير ممكن تقطعي كبير، عاوزاه صغير تقطعي صغير، على حسب ما انتي عاوزة. دي حاجة ترجعلك انتي. هبدأ اقرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجة ان انا اقفله كويس من تحت علشان الرغيف لما يدخل معايا الفرن يقب كله ويبقى حلو كده ونافخ، ما يبقاش مبطط ووحش. هخلص كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها بقى تريح على 10 دقايق كده، عشان بعد كده هفردها بالفرادة وهسيبها تخمر تاني. صدقوني يا جماعة احلى حاجة والله ان انتوا تبقوا عاملين الحاجة على ايديكم في البيت وتاكلوها كده بنفس. وتحسوا ان هي كده نظيفة وبجد بجد بتتاكل بنفس يعني. لكن لما بتكون الحاجة جاية من بره بتبقى الناس كده بتاكلها وخلاص يعني من الجوع. انما لما تكون الحاجة معمولة على ايديكي بتبقى نظيفة وضامنة نظافتها والله بجد. معلش والله بعتذر عن نور وصوتها جنبي، بس مش عارفة اروح منها فين. وهي بتعمل بالعند معايا، اول ما بتلاقيني بسجل فيديو بتفضل تغني كده قصادي كأنها بتتعندني يعني. فمش عارفة اروح منها فين يعني بصراحة. فصوتها بتلاقوه كده دايما طالع جنبي في التسجيل يعني. المهم انا سبت العيش يعني ريح 10 دقايق. كان عندي كام طبق في الحوض كده غسلتهم بسرعة، ورجعت للعيش علشان افرده. فردته كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ووريتكم السمك بتاع العيش اللي بيكون المفروض مظبوط اهو. يعني ولا تخين قوي ولا رفيع ولا خفيف قوي، علشان يبقى حلو كده ومظبوط، ويبقى فوق وتحت نفس السوا.
طبعا وانتي بتتفرجي عليا كده ما تنسيش تحطي لايك للفيديو. وكمان مستنية تعليقاتكم الحلوة، ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي فيها عشان ان شاء الله قناتي تكبر بيكم. بحبكم جدا في الله، وبحب ارحب بكل اللي اشتركوا عندي جداد في القناة، والقدام برضو برحب بيهم، بقول لهم وجودكم على راسي من فوق. سواء من داخل مصر او من خارج مصر، انتوا بجد ناس زي العسل، وانا بحبكم، بحب تعليقاتكم، وبفرح جدا لما بلاقي تعليق من حد، يعني والله العظيم بجد ربنا ما يحرمني منكم ابدا. سبت العيش بقى خمر، معرفش بصراحة قعد قد ايه، يعني نص ساعة مثلا او اكتر، على قد ما بتلاقيه رفع معاكي كده وبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه. طبعا هكون مسخنة الفرن، لو فرنك بتشتغل فوق وتحت هتشغليها، وهبدأ ان انا ارص العيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني هسيب كده النار عليه عالية، مش هوطي عليه علشان العيش بيحب النار العالية. هيبدأ بقى يقب زي ما انتوا شايفين كده قدام عينيكم، مش هحركه ولا هاجي جنبه غير لما يقب خالص. طبعا لازم تاخدي بالك ما تخليش العيش يتفتح منك او يتخرم، لان لو اتفتح مش هيقب، هيبقى مبطط كده ومش هيرفع معاكي. شايفين ازاي بيقب قدامكم؟ ما شاء الله عليه، كله نفخ، مفيش ولا واحد طلع مبطط ولا وحش. ينفع بقى تحشيه لولادك في السندوتشات لو هم رايحين المدرسة، لو هم موجودين في البيت. احنا طبعا النهاردة هنعمل بانيه، فعشان كده انا قررت ان انا اعمل عيش لان البانيه طبعا محتاج عيش خفيف زي كده، عيش مصري مثلا او عيش شامي، فمش عيش بلدي يعني. فقلت بدل ما اشتري عيش من بره وتبقى نفسي كده مش قابلاه، انا احسن حاجة اتشدد واقوم اعمل ايه كم رغيف كده على قدنا يعني. هو العيش ده ما يستحبش ان هو يقعد كتير، لان يعني كل ما يقعد بشكل بيبوظ يعني، فاحسن لما بيكون طازه. يعني لما تعمليه كده على الاكله، قلع على الاكله، يبقى جميل جدا وطري وزي العسل. شايفين شكل العيش؟ ما شاء الله عليه، يفتح النفس يعني، تاكليه كده من غير اي حاجه من حلاوته، ومفتح كله من جوه ما شاء الله عليه، يعني حاجه كده عظمه. خلصنا بقى العيش الجميل ده اللي زي العسل، ودخلنا على الاكله بتاعتنا. انا طبعا زي ما قلت لكم هعمل بانيه، كان عندي حتتين فراخ كده في التلاجة، فقلت ايه اطلعهم واعمل شويه بانيه وناكل وبالف هنا وشفا. عملت طبعا ايه، اول حاجة حطيت بيضاية طبعا على قد الكمية اللي انت هتعمليها. انا الكمية بتاعتي مش كتيرة، فحطيت بيضة واحدة، وحطيت عليها واحدة زبادي، وحطيت عليها بصلة صغننة مبشورة بشر رفيع وعصرتها من المية، وحطيت طبعا البهارات بتاعتي اللي اي حاجة انت بتحبيها. انا حطيت كاري وبابريكا وفلفل اسود، وطبعا ملح، وحطيت يعني اي حاجة انت بتحبي نكهتها في البانيه حطيها. وقلبت الحاجات دي كلها كويس مع بعض، وبعد كده هجيب شوية من الدقيق وهنزل بيهم على الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها. هقلب الحاجات كويس عشان تختلط في بعضها، وهحط عليهم الدقيق. حسيت ان القوام هيبقى تقيل قوي، لان انا طبعا مش حاطه بيض كتير، والزبادي ما فيهاش ميه يعني سايله ولا اي حاجه، فحطيت شويه من الزيت وعليهم شويه من الخل. وقعدت اقلب برضو، حسيت ان القوام تقيل، وانا لسه عايزه كميه يعني اكتر من كده، فزودت عليهم شويه من الميه عشان اقدر اكمل يعني ازود الدقيق بتاعي. وهقلب الحاجات كويس جدا لحد ما تبقى خليط ناعم جدا معايا زي ما انتم شايفين اهو. يعني كده تقريبا خلاص الخليط جاهز، مش هنحتاج دقيق تاني، والكمية دي تكفي يعني للفراخ اللي انا هعملها. طبعا انا حطيت البانيه بتاعي جوه الخلطة دي، وحطيتها جوه التلاجة لمدة كام ساعة كده، وبعدين خرجتها حطيتها في بقسماط او فيجيتار او فينو مثلا ناشف مفروم، اي حاجة انت عاوزاها تحطيها فيها. وحمرته طبعا في الزيت على نار هادية مش عالية قوي، وطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليه زي العسل، وكان تحفة جدا. بس النور كان طافي ما قدرتش اصور معاك وانا بعمله. المهم قلت اوريهولكوا كده بعد ما استوى وشكله طالع زي العسل، وكان جميل والعيش طري، وكانت اكلة ما شاء الله، والحمد لله بألف هنا وشفا يا رب. حشيت بقى كام سندوتش كده عشان الولاد ما كانوش مستنيين، واخدت الاكل بعد كده ورحنا الاوضه وقعدنا كلنا، وكانت اكله جميله قوي ما شاء الله عليها.
وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. كان يوم متعب قوي النهارده، الحمد لله على كل حال. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وتحطي لي تعليق حلو كده زيك، وتعملي اشتراك في القناه وانت لسه مشتركتيش. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه، في رعايه الله.